بنرحب بكل متابعينا، فأهلا وسهلا بحضراتكم. أبو تمام هو أديب وشاعر من العصر العباسي، كتب العديد من القصائد والمجلدات التي خلدت اسمه عبر التاريخ. اسمه حبيب بن أوس بن الحارث الطائي، والمشهور بأبو تمام. ولد سنة 803 ميلادية في مدينة جاسم في حوران بسوريا، حيث عاش حياته متنقلا بين سوريا ومصر والعراق. عاش أبو تمام طفولته في الشام، وكان يعمل بحياكة الملابس. بعدها بدأ بالتردد على حلقات العلم في الجوامع الدمشقية، فتعرف من خلالها على علوم اللغة والشعر والدين. انتقل بعد ذلك إلى مصر، وعمل سقا في مسجد عمرو بن العاص، ثم تولى بريد الموصل لمدة عامين. وبذلك عاش أبو تمام حياته متنقلا بين عدة بلدان، ولهذا اكتسب خبرة واسعة في كتابة الشعر من خلال مجالسته لأدباء وعلماء عصره. ألقى أبو تمام الشعر في الشام ومصر، ونظرا لبراعته استدعاه المعتصم إلى بغداد. وخلال مسيرة حياته وتنقله كتب العديد من الدواوين، منها مختار أشعار القبائل وديوان الحماسة. كما كان له أيضا العديد من القصائد، أهمها قصيدة السيف أصدق أنباء من الكتب، والتي كتبها في مدح المعتصم وفتح عمورية، وقصيدة نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. والآن نترككم مع مختارات من أقواله، فلنتابع.